أيادي الإمارات الممتدة بالخير لكل العالم جسدتها حملة لأجلك يا صومال التي أطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. انطلق اليوم البث الإعلامي الموحد لحملة لأجلك يا صومال عبر محطات التلفزة في أبو ظبي ودبي والشارقة والإذاعات المحلية لحشد الدعم للحملة التي أطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لكبح المجاعة في الصومال وحشد الدعم للمتضررين والعمل على إنقاذ أرواحهم. كما تحظى الحملة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر. لأجلك يا صومال حملة تمتاز عن الحملات السابقة التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والعاملون في المؤسسة الخيرية بالدولة باستشراف كارثة حقيقية متوقعة الحصول، وبالتالي تم الوصول إلى مرحلة الاستعداد للكارثة قبل تفاقمها ووصولها لمراحل خطيرة. وتم نقل فعاليات استقبال التبرعات بشكل مباشر من قبل محطات التلفزة في 11 موقعا على مستوى الدولة، منها إدارة جمع التبرعات في الأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر في أبو ظبي، ومركز ميجا مول في الشارقة، ومركز المارينا مول في أبو ظبي، ومركز بوابة الشرق في بنياس، ودبي مول، ومركز سيتي مردف، ومركز سيتي سنتر في عجمان، ومركز كارفور في أم القوين، وسيتي مول في الظفرة، ومركز المنار مول في رأس الخيمة، ومركز اللولو في الفجيرة. وتشارك في البث الموحد تلفزيونات الشارقة وأبو ظبي ودبي والإذاعات المحلية بإشراف المجلس الوطني للإعلام لحشد التأييد لصالح الحملة واستقبال التبرعات النقدية والعينية مثل المواد الغذائية والمياه والملابس وغيرها من قبل المحسنين والخيرين والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتم نقل الرسائل الحية من مختلف إمارات الدولة للتبرعات من خلال عدد من المندوبين والمراسلين ابتداء من الساعة 2 وحتى الساعة 8 مساء موعد إنهاء البث الموحد والإعلان عن إجمالي قيمة التبرعات. وفي إطار حملة لأجلك يا صومال أيضا التقى وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي وصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو، التقى معالي مهدي محمد جوليت نائب رئيس الوزراء الصومالي، هذا وقد تطرق اللقاء إلى معاناة الشعب الصومالي والمناطق التي شملها الجفاف والمجاعة وكيفية تقديم دولة الإمارات الخدمات الإنسانية والاحتياجات التي من شأنها أن تحد من معاناة المتضررين. الصومال تتكون من 18 ولاية كلها ضربها الجفاف، لم يحدث في تاريخ الصومال بأسرها مثل هذا الجفاف. فشعب الصومال اليوم يعني يحتاج إلى مساعدة عاجلة، لا سيما الأغذية والماء والأدوية. فشعب الإماراتي شعب يعني سباق للخير كما يعرف. بالحقيقة فإن الشعب الإماراتي من عادته في كل وقت أن يقف مع شعب الصومال صفا واحدا، أن يساعدهم، أن يساهموا في بناء الصومال من الناحية العسكرية ومن الناحية الإنسانية من جميع الجوانب نواحي الحياة. فبالحقيقة فهذا شيء يعجبنا وشيء يفرحنا، والتاريخ يسجل في هذا السخاء. الصومال يعني تعرفون يعني في جفاف، في يعني مشاكل، في حروب، وفي يعني الامراض يعني زي الطاعون يعني، ونحتاج يعني مساعدتكم، وهي الحملة محتاجين إليها. أقول لكم يعني الوقت هذه وقت المهم للصوماليين.
جمهور الشارقة تفاعل مع حملة لأجلك يا صومال، حيث تسابق دولة الإمارات العربية المتحدة الزمن من أجل إنقاذ الصومال ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الصومالي، خاصة بسبب موجة الجفاف التي تهدد حياة الآلاف منه. لأجلك يا صومال حملة انطلقت من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مد يد العون للتخفيف من معاناة الشعوب في مختلف بقاع الأرض، فشعب الصومال يعاني من الفقر والجفاف ويفتقر للعيش بأبسط أساليب الحياة، لتأتي هذه الحملة لتخفف من أوجاعهم وفقرهم بحملة في جميع ربوع الدولة لجمع التبرعات. الشارقة كانت حاضرة في جمع هذه التبرعات متمثلة بفرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المقر الذي خصصه في ميجا مول الشارقة. الحمد لله رب العالمين، في إقبال كبير من المجتمع الإماراتي والمقيمين في دولة الإمارات. الحمد لله. هاي طبعا اللي احنا تعودنا من هذا المجتمع أن يكون مساهم دائما في الحملات الإنسانية اللي تخص إخواننا، خاصة حاليا الحملة هذه اللي عملتها الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ الشعب الصومالي من الجفاف. مدرسة زايد الخير طيب الله ثراه هي من غرست في نفوس أبنائها التسابق لتقديم كل عمل في حب الخير وفي عام الخير ونصرة المستضعفين في الصومال وتقديم المساعدات المادية والعينية للتخفيف من معاناة هذا الشعب. أتمنى الناس من الناس تكاتف والتبرع لأجل هذا الناس المحتاجة هناك. احنا في نعمة وهم نشوفهم في الشاشات ونشوفهم في هذه الأماكن، وضعهم صعب، ونتمنى الناس إن شاء الله تكون الجميع يتكاتف، ما لا احنا من كل أجناس، ما تشوف غيرك تعبان وتخليه في ذا الوضع وانت ميسور الحال وكذا، فأتمنى الجميع المساندة. أول شيء بنشكر كل اللي قام على هاي الحملة مشان إخواننا اللي في الصومال، كل واحد من صغير لكبير على هاي الوقفة وعلى هاي المبادرة، ونتمنى الكل إن شاء الله أي واحد يساهم، لأنه هاي إحنا بنساعد ولو جزء بسيط، فنتمنى إن شاء الله الخير للجميع. مساهمات من الإمارة الباسمة للتخفيف من الآلام التي يعانيها شعب الصومال الشقيق ورسم الابتسامة على وجوه أبنائه هو ما تسعى له دائما دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة البسمة والطمأنينة لجميع شعوب العالم. لأجلك يا صومال، لأجل شعبك الطيب والذي يعاني من الفقر والجوع وسوء في التغذية، ولأجل تحسين أوضاعهم المعيشية، ها هي أيادي الخير تمد يدها في عمل خير لأجل تخفيف جزء بسيط من هذه المعاناة. لأخبار الدار، وليد عارف من مقر جمع التبرعات بإمارة الشارقة. وينضم إلينا في استديو مركز الأخبار سعادة عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية والمدير التنفيذي. حياك الله معنا. الله يحييك. لو تحدثنا عن دوركم في دعم حملة لأجلك يا صومال، خاصة مع جهودكم السابقة لإغاثة الشعب الصومالي. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. حقيقة نحن نستمد عملنا من رؤى قيادتنا الرشيدة توجيهاتهم لنا في العمل، والحمد لله نحن دولة الإمارات اليوم من اليمن إلى سوريا إلى الحين إغاثة إخواننا في السودان في الصومال عفوا. الدعم كله والعمل منسق ومشترك ما بين جميع الهيئات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله اليوم جمعية الشارقة الخيرية هذه البدايات، نحن من بداية الأزمة الصومالية والعمل فيها قامت بحملة في 2011 بتوجيهات سمو الحاكم الله يطول في عمره لدعم الصومال والقرن الأفريقي. مشاريع كثيرة قائمة. اليوم نحن إخواننا في الجمعية موجودين مع ما قراناهم في الهلال الأحمر وبتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا في سفارة دولة الإمارات في الصومال بتقديم الدعم. اليوم
في أمس الحاجة محتاجين للماء، محتاجين للغذاء، على أساس نقدر في خطة كبيرة معمولة على مستوى دولة الإمارات في إنقاذ هذا الشعب هذا جزء منا. أكيد. بعد ساعات من انطلاق الحملة اليوم، كيف تقيم تفاعل الناس مع هذه الحملة؟ والله حقيقة نحن فخورين وفرحانين، وهذه صفة غريبة على شعب الإمارات. صحيح. اليوم تلاحم الخيري اللي موجود على مستوى الدولة، والكل يشتغل باسم منظومة واحدة. نحن اليوم كلنا نعمل للخير تحت منظومة الهلال الأحمر الإماراتي. كان يعني التلاحم غير يعني، وهذا شيء ما بغريب على دولة الإمارات وعلى مؤسسة. هذا غرس فينا الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له ويطيب ثراه، وبنوها أبناء اليوم وحكام الإمارات تفاعل كبير. لكن نحن نتمنى بكل واحد لا يتهاون بدعم هذه الحملة. نحن دولة الإمارات موجود اليوم في الصومال، وبإذن رب العالمين أن تعاد للصومال وتعيد مثل ما كانت. فنطلب هذا التلاحم أن كل أخواننا المقيمين والموجودين أن يتفاعلون معنا في هذه الحملة، وهذه الحملة مستمرة لمدة شهرين إن شاء الله، وبإذن الله أن تؤدي واجبات. أكيد إن شاء الله. إذا كان معنا في استديو مركز الأخبار سعادة عبد الله السلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، المدير التنفيذي. شكرا لك، جزاك الله خير طبعا على وجودك اليوم. شكرا لكم حقيقة. وعبر الهاتف ينضم إلينا من الصومال معالي عبد القادر أحمد الخير عبدي، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية. حياك الله وأهلا بك معالي الوزير. أهلا. وزير الدولة. معالي الوزير، يعني استحدثت الحكومة الصومالية وزارة جديدة تحت مسمى وزارة إدارة الكوارث. كيف تتفاعل هذه الوزارة مع هذه الحملة الراهنة؟ أهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا عايز أقدم الشكر الجزيل للشعب والدولة والحكومة دولة الإمارات العربية لوقفها مع شعب الصومال في هذه الوقت الذي يعاني معظم الشعب الصومال من الجفاف والأزمة مثل الغذاء. وأنا أريد أن أسلم للشعب الإماراتي من هنا من الهواء نيابة من الحكومة الصومالية وشعب الصومال. السؤال، الزيارة هي وزارة جديدة، وزارة الإغاثة. وزارة هي زي ما تعرف الحكومة كلها جديدة، وفي وزيرة جديدة، وهذه الوزيرة هي بتعمل كل الجهات الجمعيات والحكومية. نعم. توجه الإغاثة لكل المخيمات. نعم. وكل الأماكن وكل المناطق. نعم. معالي عبد القادر أحمد الخير عبدي، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك.